النهارده هديك أسرار تعرف بيها الشخص المؤذي والعلاقة المرهقة السامة من وسط 100 علاقة، بتجربة عشتها فعلا وخطوات طبقتها وفرقت كتير في حياتي. عشت فترة طويلة في حياتي بعاني من دخول شخصيات كتير كانت بتأذيني، سواء إذا كانت نفسيا أو عمليا، في مكان دراسة أو كمان شغل. كنت بتعامل معاهم بمنتهى الاحترام والتقدير والدعم، بس بلاقيهم بيقابلوا دوت بمنتهى اللامبالاة ومنتهى الأذى. ليه كل الناس المؤذية دي بتكون في حياتي؟ لو أنت عشت ده فأنت مش لوحدك. مع القراية والدراسة في علم النفس عرفت المفاجأة الكبيرة. في الحقيقة الشخص المؤذي بيكون واضح وبيبان بسرعة، بس محتاج حد يكون عارف ألاعيبه، وده اللي هديهولك النهاردة. لو لقيت الحاجات دي في شخص، فاعرف إن العلاقة دي هتكون مرهقة جدا. هقولك إزاي تتعامل معاه في آخر الفيديو. واحد، الشخص السام طريقته في هدمك وتكسيرك بتبقى هادية جدا. مش هتلاقيه بيقولك أنت فاشل ولا أنت وحش، لكن هيقولك كلمة تقلل منك وتكسرك، وبعدين يضحك ويقولك أنا كنت بهزر معاك. الكلام ده مش هيعمله مرة ولا اتنين، ده أسلوب حياته الدائم في التعامل، لأنه عارف إن أسهل طريقة هيكسرك بيها ويسيطر عليك هو إن يهز ويكسر ثقتك بنفسك. اتنين، هيعورك وبعدين يلومك على إنك اتعورت، يبقى هو اللي جرحك بالكلام وهو اللي مزعلك. بس لما يلاقيك زعلت هتسمع كلام بقى من عينة أنت حساس، أنت أوفر قوي، لكن في الواقع هو بيعاقبك عشان عندك مشاعر. تلاتة، هتلاقيه بيشككك في نفسك. الشخص المؤذي بيلغي عقلك وهو مبتسم، هينكر الكلام اللي قاله ويلف الأحداث ويقلب الترابيزة. هيغير الحقيقة قدامك مش لأنه ناسي، لكنه متعمد ده. ودي أعلى مستوى في التلاعب النفسي، بيبقى عامل زي السم البطيء، بيدمرك حتة حتة. رابع حاجة، كل الناس غلط إلا هو. عمره ما بيعترف إن عنده مشكلة أو غلط، عنده تفسير لكل حاجة، سبب لكل كارثة، فاهم في كل شيء. خامس حاجة، ما بيعرفش يقول أنا آسف. هو شايف نفسه فوق الغلط، الاعتذار بالنسبة له إهانة. لو غلط هيلف الكلام ويقلب الترابيزة ويألف ألف حدوتة، غير إن هو يتحمل مسؤولية غلطه. ستة، العلاقة دايما بيكون لصالحه مش لصالحك، بيديك اهتمام ورعاية لما يكون عايز حاجة، لكن وقت ما أنت تحتاجه هيختفي ويخلق 100 عذر. سبعة، بيلعب في عقلك. الشخص المؤذي هدفه هو السيطرة على عقلك في الأساس، تشك دايما إن أنت اللي غلطان، ويحسسك دايما إن أنت اللي وحش وفهمه غلط، وهو المضحي وأنت ناكر للجميل. تتعامل إزاي مع الشخص المؤذي؟ لو مضطر تتعامل معاه قريب ليك مثلا أو زميل دراسة أو عمل، ممنوع التبرير أو تحليل النوايا. الموقف اللي هيكسرك منه هو موقف مقصود، مش محتاج تبرر ليه أسباب يأذيك بيها. المؤذي بيتغذى على شرحك وتبريرك، رد دايما بجمل قصيرة من غير كلام كتير أو اعتذار. حط حدود واضحة للكلام والتصرفات، ما تسمحش بالتجاوز فيها حتى لو كان بهزار ومزاح. امنع الجدل والنقاش معاه عشان ما تضيعش وقتك. وقف الكلام عند مرحلة أنا عايز كذا أو أنا مش حابب كذا. لكن لو الشخص بعيد ومش هيفرق تعاملك معاه أو قطع العلاقة، فاقطعها أحسن. انسحب من غير لا لوم ولا عتاب، ولا تحسسه إن أنت زعلان. قلل تواصل وخروج، وبالتالي العلاقة هتقل لوحدها. هتنقذ نفسك من علاقة أقل ضريبة فيها هي الشعور الدائم بالتقصير والفشل. لو عجبك الفيديو، ادعمني بلايك واشترك في القناة عشان تكون جزء من عيلة رحلة تعلم. دمتم في رعاية الله.